من وجهة نظرك؟ يمكن لو اتكلمنا أريج من ناحية المستوى العام، أعتقد كل الناس مستمتعة بمستوى فني قوي، في سخونة جدا في كل المباريات، كل المباريات لا أحد يتوقع نتيجتها، بدليل المباراة الأمس المفاجأة الكبيرة اللي فجرها المنتخب اليمني في الشوط الأول وتقدمه على المنتخب السعودي. كذلك المنتخب العماني بيكسر عقدة أكثر من 15 سنة بتفوقه على المنتخب القطري. يمكن من آخر مواجهة فاز فيها المنتخب العماني على منتخب قطر في خليجي 2007 اللي كانت في عمان، بعد ذلك كان التفوق الكبير لمنتخب قطر. فالمستوى الفني بشكل عام، ايضا الفوز الكويت على الامارات في واحده من اقوى مفاجات البطوله، يمكن القول ان هذه النسخه من الناحيه الفنيه نسخه مميزه للغايه واستثنائيه. تاجل حسم المنتخبات المتاهله باستثناء تاهل البحرين، كل المنتخبات اللي موجوده المشاركه في المجموعتين، طبعا اليمن خارج الحسابات، لكن بقيه المنتخبات لديها حظوظ في التأهل. ممكن أريج كمان ان احنا نشوف حسم بطاقات التأهل للمجموعة الأولى بالقرعة، إذا تساوى الفريقين في فارق الأهداف نلجأ للمواجهات المباشرة، ثم نلجأ بعد ذلك إلى فارق البطاقات والعقوبات التي تم تطبيقها على كل فريق من خلال الإنذارات، سواء الكروت الصفراء أو الحمراء. حتى لو تساووا يمكن الرجوع إلى القرعة، فدي أعتقد هتكون سابقة فريدة في بطولات كأس الخليج، لكن ده دلالة واضحة ان المستوى الفني قوي وكل المنتخبات مستواها ايضا في تطور واضح. على المستوى الجماهيري اعتقد نفاذ تذاكر مباراة قطر والكويت يوم الجمعة وإعلان اللجنة المنظمة عن نفاذ تذاكر أكثر من 60,000 تذكرة هيدينا فرصة لكسر الرقم القياسي اللي شهدته مباراة قطر والإمارات، أو مباراة الكويت والإمارات، حضور 48,000 مشجع. المباراة الأولى في المباراة الافتتاحية كان المنتخب الكويتي طرفها، وأيضا شهدت حضور ما يقرب من 46,000 متفرج. بقية المباريات ما بين 7,000 و 8,000 مشجع. دائما الكويت هي اللي فيها الحضور الأكبر، لكن بشكل عام البطولة جماهيريا يمكن القول أن الحضور جيد بنسبة كبيرة. أكيد طبعا. كابتن محمد، لو نرجع نتحدث شوي عن